اكتر فرق بين اللي بيكسب واللي بيتفرج مش الذكاء ولا حتى الظروف. الفرق الحقيقي ان في واحد بيقوم وهو في اسوأ حالاته بيكمل. محدش بيشتغل كل يوم وهو في المود. الفرص بتعدي والدنيا مش هتهدى عشانك، بس لو كل مرة بقى هتستنى تحس انك جاهز هتلاقي نفسك بقيت شاطر في حاجة واحدة بس: التأجيل. في دراسة في جامعة هارفارد بتقول ان الانضباط الذاتي بيأثر على النجاح الاكاديمي والمادي اكتر من الاي كيو. حتى لاعب زي كوبي براينت كان بيصحى الساعة 4 الفجر علشان يتمرن، مش لانه بيحب الصبح، بس علشان عارف ان الالتزام هو اللي بيعمل الفرق في الاخر. ولو اتكلمنا في الرياضة اكيد مفيش مثال زي كريستيانو يعني الالتزام. الفرق ما بين انا مش قادر وانا هعملها بعدين واشتكي هو الفرق بين متفرج واللي راسم طريقه. الناجح مش دايما مبسوط، بس دايما بيكمل وعنده انضباط. الشطارة مش في الحماس، الشطارة انك تعمل المطلوب حتى وانت مش في احسن حالاتك. يعني لو مستني المزاج يتحسن وظروفك تبقى احسن هتفضل مستني كتير للأسف. لو مهتم تعرف اكتر عن ازاي تبقى ديسيبلين وشخصية قوية تابعني، وهتكلم اكتر في الفيديوهات اللي جاية.